الصورة دي انتشرت جامد على مواقع التواصل والناس كانت بتتساءل عن قصتها. القصة باختصار عن جندي أمريكي في بغداد بيحاول يحدد مكان شخص محترف جدا في الرماية من بعيد. بس قبل ما نكمل القصة حابب اطلب من العيلة بتاعتنا المكونة من 36,000 أخ وأخت إنهم يتفاعلوا مع الفيديو ده، لأن القناة خدت حاجة اسمها شادو فلاج، وده ببساطة علامة اليوتيوب بيعلم بيها القنوات لما تنزل محتوى يخص إخواتنا، وبالتالي الفيديوهات الجديدة ما بقتش توصل للناس أصلا. ونكمل القصة بتاعتنا. الشخص ده اسمه عزام متعب مهدي العنزي من مدينة النخيب في العراق، وكان معروف بلقب جوبا، واللقب ده كان ليه رهبة كبيرة عند الجنود الأجانب هناك. جوبا كان قبل كده ضابط في قوات الحرس الجمهوري العراقي، وبعد الأحداث اللي حصلت في البلد انضم لمجموعة مقاتلين محليين للدفاع عن أرضهم، ومن وقتها بقى واحد من أكتر الناس اللي كان ليهم تأثير كبير جدا على القوات الموجودة هناك بسبب دقته العالية في الرماية. كان دايما بيصيب الهدف بتاعه بدقة مش طبيعية، ومن كتر ما كان محترف انتشرت عنه قصص كتير جدا، لدرجة ان مجرد ذكر اسمه كان بيعمل حالة خوف وسط الجنود. القوات الأجنبية حاولت تمسكه كتير وجابوا ناس محترفة مخصوص علشان تقبض عليه، لكن محدش قدر يوصل له. كان بيتحرك بخفة ويعرف ازاي يختفي من غير ما يسيب اي اثر وراه. وفي النهاية ظهرت اكتر من رواية عن مصيره. في ناس قالت انهم مسكوه، وفي ناس تانية قالت انه اتصاب ومات بعد فترة، لكن مفيش حاجة مؤكدة 100%. المهم ان جوبا او زي ما كانوا بيسموه قناص بغداد فضل اسمه محفور في الذاكرة، رمز للجرأة والاتقان وفي نفس الوقت للخوف اللي سببه الخصومة. وبعد فترة اتعملت افلام بتحكي القصة من وجهات نظر مختلفة، كل طرف بيحكيها بطريقته.